بتبدأ الحكاية بصياد اسمه ماكس، وكان وقتها في غابات الأمازون وعامل فخ عشان يصطاد نمر غالي جدا لونه أبيض. وفعلا بعدها بشوية النمر بيجي للمكان اللي فيه ماكس، وطبعا أول لما لقى فيه معزة متعلقة النمر هجم عليها وسحبها كمان عشان ياكلها. بس قبل ما النمر يبعد عن المكان شاف ماكس وعلى طول جري وهجم عليه، بس لحسن الحظ على آخر لحظة ماكس ضربه بحقنة مخدرة عشان يعرف يصطاده. بس برضه في الوقت ده النمر وماكس وقعوا من فوق الشجرة، والنمر خلاص كان بيجهز نفسه عشان يهجم على ماكس ويخلص عليه. بس لحسن حظ ماكس مفعول الحقنة اشتغل والنمر بدأ ما يشوفش حاجة قدامه وبعدها أغمى عليه. فماكس راح واخد النمر ده وحبسه في قفص، وبعدها جهز كل الحيوانات اللي اصطادها عشان يمشي من الغابة، لأنه كده خلاص خلص مهمته واصطاد حيوانات نادرة كتير. ولما ماكس راح للقرية اللي جنبهم وطلب من سواق ساكن فيها انه ياخده يوصله للمينا، السواق ده رفض يعمل كده. فماكس كان مستغرب وسأله هو ليه مش عايز يساعده. فالسواق عرفه ان النمر الابيض اللي هو اصطاده ده موت ناس كتير جدا من القرية، وكلهم عايزين ينتقموا منه ويخلصوا عليه. فماكس قال له ان النمر ده غالي جدا وانه خلاص هياخده معاه وهيسافر، وكده مش هيهجم ولا يأذي حد تاني. ورغم الكلام اللي قاله ماكس السواق برضه مرضيش يوصله، فماكس ما كانش قدامه حل غير انه ياخد هو العربية اللي فيها الحيوانات ويروح بيها للمينا عشان يركب المركب ويسافر. ولما ماكس وصل عند السفينة لقى ان في قوات امن كتير جدا، وكان معاهم مجرم خطير وبيجهزوا له قفص حديد جوه السفينة. وبنعرف وقتها ان المجرم ده اسمه لوفر، ولانه كان مجرم خطير جدا فكانوا رابطينه بالسلاسل، وكانت تهمته انه قتل ناس مهمة جدا. وبعد ما دوروا عليه لسنين اخيرا مسكوه. واللي كان مسؤول عن عملية نقل المجرم ده ضابط اسمه لويس، وكان معاه محامي اسمه بول، وكمان دكتورة اسمها إيلين، ودي كانت من القوات الفيدرالية، وكانت دكتورة نفسية ومهمتها انها تراقب المجرم. وبعد لما الدنيا هديت جه ميعاد الغدا، وماكس قعد مع الدكتورة إيلين وتعرف عليها. ولما الدكتورة إيلين سألته عن الحيوانات اللي بيصطادها وإنه بيصطادها لصالح مين، ماكس عرفها إنه بيصطادهم لحسابه وبيبيعهم لحدائق الحيوان بأسعار غالية جدا. وكمان عرفها إنه لسه مصطاد نمر أبيض، وده كان مطلوب منه من فترة لأنه حيوان نادر وتمنه ملايين. وبعد لما ماكس خلص حكايته سأل المحامي بول عن المجرم اللي معاهم، وكان مستغرب ليه كل الحراسة دي عشان مجرم واحد بس. فبول عرف ماكس ان المجرم ده مش عادي، وانه كان في القوات الخاصة الامريكية ومتدرب على اعلى مستوى. بس المجرم ده بعد فترة ساب الجيش وعمل عمليات خطيرة كتير وكان بيهدد الدولة. وبعد لما دوروا عليه كتير اخيرا مسكوه، ودلوقتي هم في طريقهم عشان يسلموه للقوات الفيدرالية. وبعد لما ماكس وإيلين وبول بيخلصوا كلام، ماكس بيسيبهم عشان يروح يأكل الحيوانات بتاعته. ولما كان بيعمل كده اتفاجئ بولد صغير جايله، وبيعرف ان الولد ده اسمه رافي وده ابن قبطان السفينة. ورافي كان معجب جدا بماكس وسأله هو ازاي بيصطاد الحيوانات دي كلها، لان فيهم حيوانات شرسة واصطيادها صعب. فماكس عرفه انه بيخدر الحيوانات دي وبعدها بيقدر يصطادهم بسهولة وبيحبسهم في قفاص. وعلى الجانب الآخر الحراس كانوا قاعدين بياكلوا جنب قفص لوفر، بس فجأة المجرم لوفر بدأ يحصل له تشنجات وكان عمال يرتعش. فعلى طول الحراس اتصلوا بدكتورة إيلين وسألوها يتصرفوا ازاي. فالدكتورة إيلين قالت لهم يحطوا في بقه قطعة قماشة لحد ما هي توصل لهم. بس أول لما الحارس دخل عمل كده لوفر عض إيده لدرجة إنه كان هيقطع له صوابعه. ولما الحارس التاني دخل عشان يساعده لوفر أخد منه السلاح بتاعه وخلص عليه، وكده بكل سهولة لوفر قدر يخلص على الحراس دول. وبعدها لما إيلين وباقي الحراس وصلوا لقوا ان لوفر موت الحراس وقدر يهرب من القفص. وكده الموضوع بقى صعب جدا لان لوفر ممكن يعمل اي حاجة في الناس اللي في السفينة. وفي نفس الوقت ده قائد السفينة كان ماشي مع ماكس وكانوا بيتكلموا مع بعض، والقائد بيقوله انه مش عايز اي مشاكل تحصل في الرحلة دي، وكمان كان بيوصيه انه يخلي باله من حيواناته عشان لو في اي حيوان خرج من القفص بتاعه ممكن يعمل مشاكل كتير. والغريب انه هما بيتكلموا القائد لقى حارس ميت في الحمام، فعلى طول اتصل بالقائد لويس عشان يجي ويتصرف. ولما لويس جه وشافه عرفهم ان لوفر هو اللي قتله واخد منه جهاز اللاسلكي عشان يسمع هما بيقولوا ايه ويقدر يراقبهم بسهولة. وبعدها على طول لوفر جمع كل الناس عشان يعمل لهم خطة ويقدر يأمنهم. بس ماكس ما بيعجبوش الكلام اللي بيحصل ده، وبيقول للويس ان دي مشكلته هو وانه لازم يمشي ويسيبهم عشان يروح يأكل الحيوانات بتاعته ويحميهم من لوفر. فلويس وقتها بيتضايق من ماكس وكمان بيهدده وبيقول له ان لو ما سكتش وسمع الكلام هيقبض عليه. فماكس وقتها ما بيكونش قدامه حل وبيروح مع لويس فعلا عشان يعرف التعليمات اللي هيديها لهم.
وأول حاجة لويس عملها بعت الطباخ مع حارس عشان يروحوا يلموا الأكل اللي في المطبخ. ولما الطباخ والحارس بينفذوا أوامر لويس وبيوصلوا للمطبخ، الطباخ بيدخل وبيقفل عليه، بس بيتفاجئ إن المطبخ مليان قرود وأكلوا معظم الأكل. ووقتها الحارس هاريسون بيكلم لويس وبيبلغه باللي الطباخ عمله، فلويس وماكس بيحذروه وبيقولوا له يحاول يدخل الطباخ ويحمي الحيوانات منه. ولما الحارس بيقول للطباخ ما يلمس الحيوانات، الطباخ ما بيهتمش لكلامه، وكمان بيروح يمسك القرد الصغير وبيكون عايز يضربه، بس وقتها القرود التانية ما بتسيبوش وكلهم بيتجمعوا عليه وبيفضلوا يعضوا ويضربوا فيه. وفي نفس الوقت ده المهندس سكوت بيصحى، فلويس بيكلمه في اللاسلكي وبيقول له انه هيبعت له الحارس هاريسون عشان يأمنه انه ينزل تحت ويبص على محركات السفينة. وطبعا كل الكلام ده بيكون سامعه لوفر من اللاسلكي، واول حاجة عملها لوفر راح وخلص على هاريسون وهو في الطريق. وفي نفس الوقت ده ماكس بيوصل لمكان الحيوانات، بس وقتها بيتفاجئ ان لوفر فتح كل اقفاص الحيوانات، فماكس على طول بيبلغهم في اللاسلكي وبيقول للويس ان لوفر فتح كل الاقفاص بما فيهم قفص النمر واقفاص تانية لتعابين سامة. ولما ماكس بيروح يفتح الحنفية بيكتشف ان المية قطع عن السفينة كلها، وطبعا اللي عمل كده برضه لوفر. ووقتها ماكس عرف القائد لويس وراح هو وجهز البندقية وادوات الصيد بتاعته عشان يبدأ يطارد الحيوانات تاني ويحاول يصطادهم. وعلى الجانب الآخر لوفر وصل لمهندس السفينة، وطبعا المهندس ما كانش عارف أي حاجة من اللي حصلت وكان بيكلم لوفر بحسن نية. وحتى لما لوفر سأله عن الغرفة الاحتياطية في السفينة، المهندس قال له عن مكانها وكمان عرفه إزاي بتشتغل وبتفصل. وأول لما لوفر بيسمع صوت جاي بيشكر المهندس وبيهرب بسرعة. وفعلا وقتها لويس بيوصل للمهندس، بس طبعا بيكون لوفر هرب خلاص. وطبعا لويس عرف المهندس كل حاجة وكمان أخده عشان يروحوا يستكشفوا خزانات المية ويعرفوا إيه اللي حصل في السفينة. بس لما بيوصلوا هناك بيكتشفوا إن كل حاجة متدمرة وحتى أسلاك الكهرباء لوفر كان مقطعها. والمصيبة الأكبر من كده في تعبان من تعابين ماكس اتسحب على الأرض وهم واقفين وكمان عض قائد السفينة من رجله، فلويس على طول اتصرف وقتل التعبان ده بسرعة. وفي نفس الوقت ده ماكس كان لسه بيدور على الحيوانات، وكان أهم حيوان عنده هو النمر الأبيض لأنه أغلى حيوان. والحراس لما كانت بتدور على لوفر النمر ظهر لهم وهجم على واحد فيهم وخلص عليه. وعلى الجانب الآخر الدكتورة إيلين بتوصل للمكان اللي فيه قائد السفينة وبتاخده بسرعة وبتبدأ تعالجه قبل ما السم ينتشر في جسمه. ولما ماكس بيوصل عند إيلين بتقول له يجي معاها عشان يروحوا يجيبوا شوية أدوية للقائد. ولما كانوا ماشيين في الطريق ماكس بيلاقي شوية قرود بيهربوا من قدامه، فبيفكر يسيب الدكتورة ويروح يصطادهم. فالدكتورة رجعته عن اللي هو عايز يعمله وقالت له إن مش وقته دلوقتي وإنهم لازم يروحوا يجيبوا الدواء الأول. وفي نفس الوقت ده لوفر بيوصل لغرفة التحكم وبيخلص على الحراس اللي هناك، وكمان بعدها بيغير اتجاه السفينة عشان يعرف يهرب. ولما اتأكد إن خلاص مهمته بدأت تنجح لوفر كسر كل الأجهزة عشان محدش يعرف يعدل الاتجاهات اللي هو عملها. وعلى الجانب الآخر إيلين وماكس كانوا جابوا الدواء وبدأوا يعالجوا قائد السفينة. وبعدها ماكس قدر يحدد مكان لوفر وراح له عشان يحاول يوقف اللي هو بيعمله. بس للأسف في نفس الوقت ده الولد رافي وصل هو كمان عند ماكس، وطبعا وقتها لوفر بيستغل الفرصة وبيحاول يشتت ماكس برافي. بس قبل ما يعمل كده النمر الأبيض هو كمان وصل، فلوفر بيقول لماكس يخلص على النمر الأبيض الأول وبعدها يتصرفوا مع بعض. بس طبعا ماكس بيرفض انه يعمل كده لان النمر ده غالي ويعتبر هو اغلى حيوان اصطاده لحد دلوقتي. ولما ماكس حاول يبعد النمر ما اهتملوش وكمان كان بيستعد عشان يهجم على رافي. بس لحسن الحظ على اخر لحظة ماكس بيتدخل وبيقدر ينقذ رافي، بس للاسف النمر ولوفر بيهربوا منه. وعلى الجانب الآخر القائد لويس راح ودمر قارب النجاة عشان لوفر ما يستخدموش ويهرب. وبعد لما عمل كده راح لغرفة القيادة، بس لقى ان عجلة القيادة متدمرة وكمان الباب كان مقفول. ولما لويس والحارس اللي معاه راحوا عشان يفتحوا الباب التاني اتفاجئوا بلوفر في وشهم، وقدر بكل سهولة يموت لويس هو والحارس اللي معاه. وفي نفس الوقت ده إيلين كانت مع رافي وسألته إذا كان في قارب نجاة تاني في السفينة غير اللي لويس دمره، فرافي بيقول لها أيوة وبيعرفها إن في واحد تاني في أوضة فوق سطح السفينة. فإيلين بتقول لماكس، ووقتها ماكس بيتحرك عشان يوصل للقارب قبل ما لوفر يوصل له. بس لما ماكس وصل هناك لقى لوفر ودخلوا في معركة مع بعض، وطبعا لأن لوفر كان أقوى قدر يضرب ماكس وكمان شده وأخده معاه. وفي الوقت ده في حارس من الحراس شاف لوفر وهو بيشد ماكس، وقبل ما يخلص على لوفر المحامي بول بيوصل وبيموت الحارس ده. فلوفر لما شاف اللي عمله بول كان مستغرب وسأله هو عمل كده ليه، فبول عرفه ان الحكومة طالباه حي وهو المرة دي انقذه بس المرة الجاية هيمسكه بنفسه.
ولوفر بعدها حبس ماكس في قفص وفضل يعذب فيه عشان يقوله على مكان خريطة الإحداثيات. بس طبعا في الأول ماكس كان رافض إنه يقوله حاجة رغم إنه كان بيتعذب، بس برضه لوفر مسكتش، وعشان يضغط على ماكس أكتر بدأ يموت الحيوانات بتاعته قدام عينيه. وطبعا بسبب اللي لوفر عمله ده ماكس ما كانش قدامه حل وكان مضطر إنه يقوله على مكانها. وعلى الجانب الآخر المهندس عطل محركات السفينة عشان يدي فرصة للحراس إنهم يمسكوا لوفر. وطبعا لوفر أول لما لقى المحركات وقفت راح بسرعة عند المكان بتاعها، ولما طلب من المهندس إنه يشغل المحركات تاني المهندس قال له إنها هتاخد وقت عشان تشتغل. فلوفر طلع السكينة بتاعته وقال له إن لو ما شغلش المحركات دلوقتي هيخلص عليه، بس لحقه وقتها حارس اسمه باتشي ودخل في معركة مع لوفر. بس للأسف لأن لوفر كان قوي قدر يموت باتشي، وقال للمهندس إن الدور عليه لو ما شغلش المحرك دلوقتي. وعلى الجانب الآخر المحامي بول بيروح للمكان اللي فيه ماكس وبيفكه، وبعدها كلهم بيتجمعوا وبيقرروا إنهم ياخدوا قارب النجاة ويهربوا من السفينة، وكده كده السفينة متعطلة يعني لوفر مش هيقدر يهرب منها لحد ما القوات الفيدرالية توصل وتقبض عليه. وفعلا بعدها بدأوا ينفذوا الخطة بتاعتهم وطلعوا كلهم لسطح السفينة وأخدوا القارب ورموه في البحر. بس قبل ما يتحركوا لوفر كان وصل للولد رافي ومسكه وهددهم كلهم بيه، ولما الدكتورة وماكس بيترجوا انه يسيبوا لوفر ما بيرضاش، فالمحامي بول وقتها بيقرر يدمر قارب النجاة عشان لوفر ما يروحش هو وياخده ويهرب. بس قبل ما يعمل كده لوفر ضربه بالنار وبعده خالص عن المكان اللي فيه قارب النجاة. ولما إيلين وماكس بيهربوا من لوفر ماكس بيقول لها انه شاكك في بول وان تصرفاته مش مظبوطه، فإيلين قالت لماكس شوف انت عايز تعمل ايه وانا معاك. فماكس عرفها انه هيستخدمها كطعم عشان لوفر يروح لحد عندها وساعتها يقدر يصطاده. فإيلين مع انها كانت خايفه بس برضه كانت واثقه في ماكس ومستعده تعمل اي حاجه يقول لها عليها. وفعلا بعدها بدأت خطتهم وإيلين بدأت تعمل صوت عشان تعرف لوفر مكانها. وفي نفس الوقت ده لوفر كان بيتصل بغفر السواحل وقال لهم ان السفينة بتاعتهم معطلة، وكمان عرفهم ان السجين اللي كان معاهم مات، وطلب منهم انهم يجيبوا اكل وشرب معاهم لان كل الاكل والشرب اللي على السفينة خلص. وبعد ما لوفر خلص المكالمة سمع صوت إيلين وطبعا جري بسرعة على المكان اللي هي فيه. واول لما لوفر بيمسك إيلين ماكس بيوصل له وبيكون معاه القوس بتاعه وعايز يصطاد لوفر زي ما بيصطاد الحيوانات. بس وقتها المحامي بول ظهر وكان موجه المسدس بتاعه على ماكس وقال له ما يقتلوش، وساعتها شك ماكس بيكون في محله وبيكتشف ان بول فعلا شغال مع لوفر في نفس المنظمة بتاعتهم. بس برضه رغم كده ماكس ما هموش وضرب لوفر بحقنة مخدرة، ولما لوفر حاول يضربه بالمسدس الطلقة جت في بول ومات، وماكس هو كمان اتصاب في رجله. وطبعا وقتها لوفر استغل الفرصة وهرب من قدام ماكس، بس قبل ما ماكس يروح وراه اكتشف ان النمر الابيض دخل جوه القفص بتاعه، فعلى طول ماكس جري عليه وقفل القفص قبل ما يخرج تاني. وبعدها لوفر بيكلم ماكس في اللاسلكي وبيقول له انه مستنيه في اوضه المحركات، وكمان بيعرفه ان إيلين معاه ولو عايز ينقذها هيجيله دلوقتي. ولما فعلا ماكس وصل هناك لقى ان في تعابين سامة على الارض، فعلى طول ماكس اتصرف وبدأ يضرب بالحقن المخدرة على التعابين وعلى لوفر. وبعد لما الطلق بيخلص بتبدأ المعركة الأخيرة بين ماكس وبين لوفر، وطبعا لأن لوفر كان أقوى فكان عمال يضرب ماكس، ده غير إن ماكس كمان كان مصاب، بس برضه ماكس كان ذكي وكان عمال يستحمل الضرب لحد ما مفعول المخدر يشتغل ولوفر يغمى عليه. وفعلا بعد ثواني لوفر بدأ يحس إن جسمه تقيل وما كانش قادر يتحكم فيه، وكمان غير كده لوفر وقف في فخ من بتوع ماكس، ولما حاول يحرك نفسه من مكانه ما قدرش وما كانش حاسس برجله، فماكس على طول بيستغل الموقف وبيشغل الفخ بتاعه وبيربط لوفر، وكده اخيرا ماكس قدر يصطاد لوفر. بس لان لوفر موت حيوانات كتير من بتوع ماكس فماكس قرر ينتقم منه وراح فتح قفص النمر الابيض وخلاه يهجم عليه. وفي نفس الوقت ده في تعبان سام قرب جدا من إيلين وكان خلاص هيعضها، بس لحسن الحظ على آخر لحظة ماكس بيوصل لها وبيمسك التعبان ده وبيحبسه، وكمان ماكس قدر يرجع النمر تاني للقفص. وبعدها بشوية غفر السواحل بيوصلوا، وأول حاجة بيعملوها بياخدوا قائد السفينة عشان يحاولوا يعالجوه وينقذوه من السم اللي في جسمه، وبعدها بدأوا يشيلوا جثث الحراس، وطبعا بعدها أخدوا جثة لوفر. وبعد لما خلصوا ونضفوا السفينة كلها قائد غفر السواحل راح لماكس وسأله عن تصاريح كل الحيوانات اللي في المركب، وطبعا ماكس لو ما قدملوش التصاريح هيتمسك هو والحيوانات كلها. بس قبل ما ماكس يتكلم إيلين بتتدخل وبتقول للقائد إنها شافت كل التصاريح دي بنفسها، بس المجرم لوفر أخد التصاريح دي ورماها في البحر عشان يضايق ماكس.
وطبعا باللي إيلين عملته ده أنقذت ماكس هو وحيواناته، لأن ماكس هو كمان أنقذها من المجرم. وكده أخيرا المغامرة خلصت والحيوانات كلها رجعت الإقفاص بتاعتها، وماكس هيكمل رحلته عشان يروح ويبيعها زي ما كان عايز. وطبعا الحاجة الوحيدة اللي كانت مخليها ماكس مبسوط هي إن لوفر ما خلصت على النمر الأبيض، لأنه أغلى حيوان اصطاده وهيبيعه بفلوس كتير جدا. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.